والله يا الأخ الكبير ما تلقى عينته لو تدور بالسرج. كل أصلحة الضرب تتجرب فيه، كل الأهانة تقع فيه، كل الجعجعة تقع فيه. يصير يتعلم مع الناس، يكتوبه ويغلب ويذهب من أجل أخوته ويعز أخوته، وكل ما معه يتلهلوا لأخوته. لو ما وجدوا في عمر 30-40 سنة وهو جالس ويكتل من أجلهم ما يشي قعبهم زي ما وقعبوا عند الناس. وفي الأخير يجي يقول لك أخوتك أرجل منك، جمعوا وفعلوا اخراس. والله ما تدي نفس وده ولا تتصرف مصروفه ولا تكرم في اللي ما يكرمه. يقول لك ما استرجمع من الجمع منين وكل ما وقعوا تتلهم ولا فعل أي حاجة، كلهم يشوفوا بشق عينهم، ولا الثاني أخوتها الصغر ما يحاكوهم إلا هو. لا تلوموش الأخ الكبير، لا تعقق منكم يا صغر، لا تلوموش منكم، احترموا أنفاسكم واحترموا أخوكم الكبير. تعب وتبهذل من أجل لا تصيروا أنتم عند الناس تبهذلوا.